ورجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين، وبنشكر ابراهيم خضر اعداد التقرير وتقرير صوتي نسرين عبد الرحمن. معانا في الفقره دي فقره مهمه جدا، هيكون مشرفني النهارده ضيفي الكابتن سعيد المصري رئيس قطاع البراعم بنادي نجوم المستقبل السابق. كابتن اهلا بيك. منور يا كابتن. حبيبي يا كابتن تامر، الله يعزك يا كابتن تامر. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن تامر. كابتن عايزين نعرف الناس بالكابتن سعيد المصري. سعيد المصري كمجال التدريب، اشتغلت في التدريب طبعا. انت عارف انا طبعا بدايتي كان بره مصر في نادي المصلى القطري ونادي السد القطري. 9 سنين تقريبا، 9 سنين في نادي المصلى القطري والنادي السد القطري 4 سنوات. تمام. حققت فيه بفضل الله بفضل الله الكل. الكلام ده انا بتكلم فيه على الهوا، يعني الحمد لله حققنا فيه حاجات كتير قوي ورفعنا علم مصر بفضل الله يعني. ان شاء الله. وكان هدفنا ان احنا نعمل حاجه، ونعمل حاجه احنا باسم مصر. احنا كمدربين احنا عنوان او احنا واجهه للمدربين من بره يعني. طبعا. في عندنا مغاربه وتوانسه وسودانيين، وعندنا جميع الجنسيات واجانب كمان. بس بفضل الله عملنا حاجه محترمه جدا في نادي السد القطري ونادي المصلال. تمام. بعدين جيت مصر هنا طبعا اشتغلت مع الدكتور عطيه السيد رئيس جهاز رئيس جهاز الكوره في نادي مصر. مسكت طبعا معاه 2007 في نادي مصر، كان اول فئه. وطبعا هو طبعا كان بيتكلم معانا على اساس دي الفئه دي هتعمل وهنشتغل فيها بفضل الله. عملنا انجاز، واللعيبه اللي كانت موجوده على فكره ده مغزى الكلام ده، في مغزى بعدين. اللعيبه دي ما جاتش من انديه خالص كلها، جت من اكاديميات. فعلا المدربين اشتغلوا معاهم واجتهدوا معاهم، واحنا بفضل الله كان لنا دور معاهم كبير جدا. وانا عايز من خلالنا هنا انا بشكر طبعا كابتن عطيه السيد، قامه والقيمه طبعا، راجل محترم وطبعا باع كبير قوي في التدريب، خبير طبعا بدرجه كبير طبعا. والدكتور عطيه طبعا اكيد. وبعدين رحت نادي بيراميدز طبعا ما كملتش فيه، كان في ظروف ما في النادي يعني وكده. وبعدين مسكت قطاع البراعم في نادي النجوم المستقبل الموسم اللي منتهي مع مستر محمد طويله والكابتن شادي. انا بقول لك، عاوز اقول لك النادي ده رغم اللي فيه انتقادات، فيه تدخلات من رئيس الجهاز او النائب رئيس الجهاز، ولكن الكلام ده كله غلط غلط غلط. المشكله في النادي يعني انا اتعاملت في النادي بفضل الله، اشتغلنا وعملنا بفضل الله نتائج محترمه جدا، ومشينا برضه واحنا محترمين برضه. تمام يا كابتن. تمام يا كابتن. تمام. احنا النهارده بنتكلم على مشروع ال100 محترف. بدأنا ازاي المشروع ده يا كابتن؟ قبليها خالص هنعمل، بس انا وانا شغال بحكي قصه للعيبه، تمام، بحفرها، تمام، علشان يستوعبوا. ما اقدرش النهارده اشتغل من غير ما احكي قصه، لازم احكي قصه الاول. عندنا رئيس دوله السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله، طبعا تحت منه على طول في رجاله شغاله معاه. خلينا اتكلم بالعاميه كده، واقبل اقبل طبعا براحتك. انا مش بكلم كابتن تامر، بكلم الناس اللي تسمعني والناس عارفه كمان سعيد المصري. اتفضل يا كابتن. خلينا نتكلم رئيس دوله، عندك رجاله شغاله معاه، عنده وزراء في مشروع اسمه بشاير الخير. تمام. بشاير الخير. تمام. حاجه في اسكندريه ضخم جدا يا كابتن. على ما اعتقد حاجه انا شفته على فكره بعيني، وشفت الملاعب ده، في ملاعب حوالي بتاع 3 ملاعب 11 وعنده 6 ملاعب خماسي. ايه الجمال ده والحلاوه دي حقيقي. الناس دي اشتغلت امتى؟ الناس دي اشتغلت في عملت الكيان ده امتى؟ تمام. عملت المشروع ده امتى؟ اديني سنه كده، 4 سنين 3 سنين. ازاي ده كله اتعمل ازاي؟ عارف ليه؟ عشان في رجاله شغاله. تمام. عشان الناس اتكلفت من رئيس الدوله عاوزين نعمل كذا. على فكره بكلمك على مشروع بشاير الخير، مشروع واحد بس. صحيح. ده انت عندك مشاريع كتيره اتعملت، وفي مشاريع كتيره قوي انا شفتها على فكره. مفيش حد ملاني ومفيش حد بيمليني. وانا جاي والله العظيم بدي مثال عشان اما اتكلم في البراعم هتعرف انا هدفي ايه. واما اتكلم في الجزئيه بتاعت السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وتحت منه على طول رجالته، تحت منه وزارات التخطيط والاسكان والري والكهرباء، الناس اجتمعت كلها وكان فعلا رجاله وفعلا خلصوا مشاريع. انا بقول لك حاجه ده انا زوجتي بتقول لي عاوزين نسكن عاوزين ناخد مكان زي ده. قلت لها احنا ما شاء الله، لا ده قلت لها احنا ما شاء الله عليه، ده احنا قاعدين في يعني حاجه كويسه. بس قول لي حاجه جامده قوي، الريسبشن ايه والجو ايه والملاعب ايه. لا انا بكلمك على فكره صح. ما تستعجليش في الكلام، لان اصلا عاوز اقول ان الناس دي حقها نتكلم عليها. اكيد. طيب لما تيجي نتكلم بقى في الرياضه، تمام، طب ما تبص على الناس اللي اشتغلت فوق، بص على الكيل بتاعك شغال ازاي، بص على قيادتك الكبيره شغاله ازاي. انت ما تشتغلش لوحدك ابدا، مش تنجح لوحدك. اكيد انا هنجحك وده هينجحك وده هينجحك. اكيد يا كابتن. بس احنا تمام نكمل على المشروع بقى. نكمل المشروع. ماشي يا كابتن. مشروع 100 محترف، الفكره جات من كوريا واليابان. كوريا واليابان، كاس عالم كوريا واليابان 2002 على ما اعتقد يعني. كنت انا بره في قطر، وكان معانا كابتن جمال الغندور، كان حتى رايح هناك اصلا، كان رايح البطوله دي، والحمد لله كنت متابع معاه وكنت معاه يعني وكده. فانا بيقولوا ان اليابان بتحضر المنتخب ده من 10 سنين فاتوا. صحيح. فانا فكرتي جت ازاي من الفكره دي، شوف من كام سنه وانا بره فكرت نعمل مشروع محترم في مصر. وطلعت اتكلمت برضو في جريده صدى البلد او موقع صدى البلد، واتكلمت في الجزئيه دي. عاوزين نعمل حاجه محترمه، البلد دي تستاهل اكتر من كده. المشروع 100 محترف. تمام. هو اسمه 100 محترف، ولكن في 400 لاعب تاني لمنتخب مصر، هم 500 100 الاحتراف. المشروع مشروع قومي على فكره. تمام. مشروع للبلد، مش مشروع لسعيد المصري، مشروع احنا موجودين فيه على فكره، والمدربين كتير
طالبين يشتغلوا فيه بدون مقابل، مش هياخدوا فلوس. انت قاعد على الكرسي بتاخد فلوس، اما انا مش هاخد فلوس. تمام. احنا محتاجين فلوس. أكيد. بس البلد دي انا نفسي اعمل حاجه في بلدنا، وجيت من بره عشان اعمل حاجه في بلدنا، وفي كتير موجودين، في كوادر، في مدربين موجودين. فهنا عندي هنا 27 محافظه، كل محافظه فيها 10 مدربين، في 10 من الكوادر الموجودين او جهاز فني، 7 مدربين، 2 حراس مرمى، 5 مدربين، 2 حراس مرمى، 2 اداريين، مدير اداري واداري، وعندي واحد في الجهاز الطبي. هي. يعني عندي 5 مديرين فنيين. مدير فنيين. لا احنا نكبر، لازم ندي المدرب حقه. تمام. 5 مديرين فنيين، 2 حراس مرمى، عندي كمان 2 مدير اداري، وعندي جهاز طبي، واحد في الجهاز الطبي. كل محافظه هنحط مثلا في محافظه معينه، في مكان مركز معين، نحط في كل محافظه 10 مدربين، 10 في الجهاز الفني. هي. لو في كل محافظه كده اشتغلناها ازاي بقى؟ خدنا اسوان، خدنا الاقصر، خدنا قنا، خدنا اسيوط، خدنا الوادي الجديد، 5 محافظات. جميل. انزل بعد منا، خدنا سوهاج، خدنا المنيا، خدنا الفيوم، خدنا الوادي الجديد. خش على الجيزه والقاهره والمنوفيه والقليوبيه. قسمنا محافظات مصر حسب الموقع الجغرافي بتاعها. ممتاز. هنشتغل ازاي؟ برنامج تدريبي محطوط للعيبه دي بس. الفئه اللي هنشتغل فيها. ايوه. عندك هناخد زوجي، وليه زوجي؟ في مغزى في الزوجي. هختصر الوقت شويه في المشروع عشان بس عندنا لو في اسئله كتيره نقدر ناخدها كلها. اكيد. كل فئه هناخد فئتين ليه يا كابتن؟ عشان الصغير ياخد من الكبير، الصغير يتعلم من الكبير. اما يحتك بالكبير يقدر السنه اللي بعد منها يعلم اللي جاي من تحت. فالخبره لازم تبقى موجوده. فما اخد النهارده 2011 2012 واخد 13 الفئتين دولت، الكبير 12 عندي. 2012 الموسم الجاي يبقى مسابقه. النهارده بشتغل معاه وانا عايز اقول لك على حاجه، المواهب كلها موجوده في بره مصر، بره القاهره والجيزه. اسمع خد مني الكلام ده. موجودين. تمام. اللي عايز يجي لك ماده، فكر ولي امر ما عندوش والامكانيات، احنا هنروح لك، احنا هنجي لك لغايه عندك. وهم موجودين عندك. احنا عندنا في القاهره، الجيزه والقاهره، ده الاداره نفسها. في مدير فني موجود. مش هشتغل انا، اي حد يشتغل مكاني، اي حد يشتغل عشان البلد دي، مش عشانك انت. تمام. ما تقوليش انا ما اشتغلش، مش هتفشل لوحدك. مش باسم حضرتك. مش باسم خالص. تمام. المشروع ده للسيد وزير الشباب والرياضه، راجل محترم، المحترم. اكيد. الدكتور اشرف صبحي حد محترم جدا طبعا. بس برضه ليه عندك عتاب. انا بقول لك كده والله على الهوا عشان بحبك بس، والله بحب البلد دي والله. ليه عندك بس بعض الكلمات لازم اقولهم لك بيني وبينك كده، اقولهم لك وانا قاعد معاك، اقولهم لك عشان بحبك وبحب البلد دي. فانا النهارده عامل القاهره والجيزه، المحطه الرئيسيه اللي هشتغل عليها القاهره والجيزه والمنوفيه والقليوبيه. دي المركزيه. دي محافظات. المحطه عندي القاهره الام. تمام. هنجمع ده كله فين؟ هنا. تمام. بس مش هنجيبهم دلوقتي، احنا هنروح لهم الاول يوم. احنا كالمشرفين عندنا 30 مدرب. لو قسمتهم هتلاقي في كل احنا قسمناه المحافظه جمهوريه مصر العربيه مقسمينه على 6 محطات. تمام. كل محطه بيطلع لها مثلا 5 محافظات دولت. مثلا عندنا في قنا، عندنا في الاقصر، عندنا عاملين مثلا مركز التجمع اللي هي محطه. دي محافظه ودي اسمها محطه. هنجمع 3 محافظات، اللي 3 هنا، الاثنين هنا والاثنين يجوا فين؟ يجوا من محطه. تمام. احنا هنجي لهم في اليوم ده، هنشوف اللعيبه اللي اشتغلت 2010 بص عليها النهارده، هنكتب اساميها، احنا هنشوفهم بعينينا. ومعانا كمان من كل، تخيل لو كل محافظه جم منهم 10 الجهاز الفني جه معاه، هنبقى كام محافظه؟ 50 مدرب، واحنا 45 مدرب موجودين مع الفئات دي. واحنا كام؟ ده احنا معانا من كل فئه. احنا هنبدا الاول ب 20 يعني من اول 10 و11 20 يعني 2013 2012 20 و20. الملاعب كبيره، بنقسم الملاعب على 4 1 2 3 4 ملاعب. وفي محطه في النص اللي هي الهيد، المدير الفني الموجود في المحطه دي بيقف يشتغل مع اللعيبه الموهوبه اللي هو بيختارها وهو شغال. تمام. احنا بنجي لك بنشوف الشغل شغال ازاي، بنشوف البرنامج التدريبي اللي انا مديلك شغال ازاي. انا بقيمك على بعد، حاجه اسمها تقييم عن بعد، ده جديد خالص في الشغل وهنتكلم فيه في الحلقه. فانا عملت المحافظات دي بناء على الموقع الجغرافي، بناء على كل محافظه هجمعك في مكان معين. المدربين نفسهم من المحافظه نفسها، احنا مطلوب مننا ان احنا نشتغل معاهم، هنحضرهم من الاول. مدربين في فكر
لازم يتطبق. الشغل ده مش محتاج اي حد يشتغل فيه. البراعم مش محتاج حد يشتغل فيها. جميل. من اسوان لمطروح بفضل الله، لسينا شمال سينا وسينا محطه لوحديها، دي محطه ودي محطه، مطروح محطه لوحديها، اسماعيليه والسويس وبورسعيد قصص المحافظات دي كلها محطات لوحديها. احنا عارفين شبكه بفضل الله هنجمعها وهنقيمها بقول لك التقييم عن بعد. تخيل مش هشوفك انا مش تبعت لي فيديو اشوفك شوف الكلام ده كله. لا ده انا مديك برنامج تدريبي. عملت ايه يا كابتن النهارده؟ عملت ايه النهارده يا كابتن تامر؟ عملت 1 2 3 4 5. النهارده عملت كذا، بكره قايمك كذا. انا عامل تقييم عن بعد، حاجه محترمه جدا 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 وانت بعيد. مع ان كمان ليا رجالتي كمان موجودين. انا ليه حاطط مدير اداري واداري ليه؟ مدير اداري عشان لو ده عمل لا ده يجي كده ومفيش حد يدفع جنيه في المشروع. احنا مكلفين، احنا نصرف على اللعيبه دي، احنا مكلفين. طيب لو احنا خدنا مجموعه من اللعيبه والناس اللي حواليها دي تروح فين؟ خليهم موجودين معانا برضو، حتى لو باجر رمزي بخليه موجود معاه. انا بقول لك هيشتغل استعداد ويبدا يبقى برافو عليك. ان عندي لعيبه عندي الف اللي هي منتخب اللي انت خدته المشروع ده. لا المشروع ده 2030 ال 2030 بيجهزوا من دلوقتي. 97 فين دلوقتي؟ بيفكروا هيودوهم فين؟ من 10 سنين ما فكرتش ليه؟ من 10 سنين ما فكرتش ليه؟ صح. النهارده بقول لك كوريا واليابان كانت بتفكر من 10 سنين تنظم كاس عالم. في ناس هتاخد كاس عالم خدتها زي ما خدتها بالرشاوي باي ماليش دعوه بالقصه دي كلها. بس خدتها. صح. احنا ناخدها باللعيبه بتاعتنا دي. صح. احنا عندنا كان لعيب محترف من 10 سنين فاتوا، من 10 سنين فاتوا هم اللعيبه موجوده. اما من سنتين فاتوا السؤال اللي انت بتتكلم فيه بره، انا وانت حضرتك بره الحلقه كنا بنتكلم من سنتين فين يا كابتن سعيد؟ مفيش، اقلت وانعدمت عشان ما جهزتش قبل كده. نادي ماسك اللعيب بتاعه وطلعه بره، مش عشانك انت، عشان مصر. محمد صلاح النهارده بيتاخد منه فلوس دلوقتي. محمد صلاح النهارده بيتبرع وبيطلع واجب عليه. صح. وفرض عليه يطلع البلد ومصر. هي اللي عملت محمد صلاح. محمد صلاح كان ليه دور، والمدرب اللي اشتغل معاه في المنطقه العرب دور، والمدرب اللي اشتغل معاه في المكان الثاني يوم، وفي المكان الشباب اشتغل معاه، وفي الشارع اشتغل معاه. كل حد نصح محمد صلاح كان ليه دور. ولكن محمد صلاح النهارده شوف لما يلعب التيشيرت بتاعه اتفرج على منظر محمد صلاح. مش الشباب وكريستيانو طبعا. لا اتاسس جامد وشاع نفسه جامد يا كابتن. طبعا يا كابتن اتاسس جسمانيا كمان يا كابتن، عقليا ثقافه اتاسس يا كابتن. احنا ليه ما بنبصش محمد صلاح عن محمد صلاح بس؟ والله العظيم يا كابتن كل نجوع مصر. انا كنت في بورسعيد مع دعوه من كابتن عبد البغدادي وكابتن وليد شرطه وكابتن محمد اداري وناس كتير طبعا كان معاه. تمام. نادي النجوم، نادي الجمارك يا كابتن، نادي كيان محترم ان شاء الله. بيدوروا على حد. ازاي مش عارف تجيب فلوس؟ مش عارف من 5 سنين تحضر تبيع لك 4 5 6. انت ما تبيعش، انت طلع فريق، طلع ليك الاول. احنا شغالين في البراعم والناشئين ليه يا كابتن؟ شغالين في البراعم والناشئين ليه؟ عشان نطلع كابتن الفرق. عشان تطلع الفريق الاول. الله يفتح عليك. بالعكس اما تطلع في الاول تعالى يا حبيبي. بالزبط. انت عندك مشكله في باك ليفت فوق او هاف ليفت فوق او نص ملعب فوق، حضروا من 2012. حضروا من الفئه 2012 دلوقتي اللي احنا عاملينها النهارده 7 فرق في قطاع البراعم. تمام يا كابتن المشروع ده مشروع قومي. هنجيب اللعيبه دي كلها هنجيبهم وهنجمعهم فين؟ في القاهره هنا. تمام. مش هنجيبهم كده عشوائي، ده المتابعه بعد 6 اشهر هنبقى. انا مثلا النهارده بقول لكابتن تامر في محطه التجمع اللي في الاقصر او في قنا او في سوهاج او في اسيوط او في الجيزه او في القاهره، بقول له يا كابتن 2010 اديني يا كابتن تقريبا 2010 بيديني اللعيبه. اما انا اجي لك انا بقى بتفرج على اللعيبه دي ما باخدهاش كده عشوائي. صح. ما باخدش حد كده خلاص. ده متابعك وعارف تشتغل ازاي. ما تحطش يا كابتن دلوقتي يا كابتن عاوزين منتج. معاك قماشه ومعاك عندك مكن ومعاك جايب واحد زي بيشتغل. صح. انت عارف انا لازم اكون صنايعي. عندك يا كابتن احنا عندنا ادوات وعندنا ملاعب وعندنا امكانيات. صحيح. انا بفكر في ايه يا كابتن؟ بفكر في ايه؟ مع احترامي للسيد وزير الشباب والرياضه والدكتور محمود سعد، راجل محترم اللي بيشتغل بمرضي الله. طبعا. والله بيشتغل بمرضي الله. طبعا ربنا يشفيه. لا الحمد لله ربنا عافاه الحمد لله. ورجع ان شاء الله ويرجع اقوى من الاول الدكتور محمود سعد. والحمد لله على السلامه دكتور محمود سعد. واللجنه الخماسيه ده قمه الاحترام يا اخي. ده صبر كتير قوي. على فكره انا مش شغال معاهم ولا اشتغل معاهم ولا حد قال لي اتكلم، بس قول كلمه حق. الناس دي شغاله بمرضي الله. بس عاوز والله بفكر مع نفسي كده بقول ايه هو المشاريع اللي عملها السيسي دي والوزارات دي والرجاله اللي معاه دي ما ينفعوش يعني تعالى يا دكتور اشرف صبحي، تعالى اقول لك انصحك بس اقول لك كلمتين بس كده. مش تدخل، تعالى اعمل 1 2 3. خلي طلع كوادر جديده يا اخي، طلع كوادر. في ناس كتير محترمه من تحت. عاوز اقول كلمه حق. كابتن تامر بعت لي امبارح الاسئله الفجر. انا اقسمت بالله ما شفت اسئله بالطريقه دي خالص. اسئله غريبه جدا في قطاع البراعم فعلا مسكها من فوق لتحت. ده الاسئله دي حوالي 20 سؤال. صحيح. حاجه محترمه وقلتها له احنا جايين برضو مع بعضينا. ربنا يخليك من ذوقك. شكرا. احنا بس عايزين بس السيد وزير الشباب والرياضه يا ريت يكون في مقابله معاك يا دكتور. وانا عارف انت حضرتك محترم بس العيل المصري بيخاطبك. هل هتوافق ان احنا نقابلك؟ ان شاء الله. هل اتمنى ان انت تسمعنا بس؟ ان شاء الله. شوف، واحنا مش هنشتغل، احنا هنقول لك المشروع ده نظامه ايه بس،
وبقول لك في مدربين هيشتغلوا بدون مقابل. تمام. سيد النقيب سيد النقيب المهنه الرياضيه الدكتور فتحي ندى، اتمنى ان انت تبص للمدربين. في مدربين يعني ظروفهم اللي فاتت دي كانت وحشه صعبه قوي. احنا اتكلمنا يا كابتن في النقطه دي، عملت جروب عشان نلم المدربين. شوف انا طبعا يعني رئيس الجمهوريه ما يعرفش، وده ما يعرفش، ووزير الشباب ما يعرفش، والدكتور محمود سعد مالوش دعوه. انا بتكلم في حته تحتي النقابه لا بقدر بص اقدر احنا بلدنا كبيره طبعا، والناس محترمين وبنحب مصر. احنا عاملين جروب اسمه مدربين بتحب مصر. تمام. ومدربين يلا نساعد بعض. تمام. انا اقسمت لك بالله ما فيش حد يتجاوز. احنا بنحب البلد دي صح. ومستعدين نشتغل ببلاش في البلد دي. ربنا يبارك لك. اتفضل يا كابتن. حبيبي يا كابتن. حبيبي. سؤال بقى بمناسبه برضو المشروع، احنا عايزين نعرف الميعاد، انتوا حددتوا ميعاد هتبداوا فيه، والمواليد او السن اللي هتبداوا تاخدوه في المشروع ده يبقى من سن كام؟ هنبدا امتى؟ الاشاره بس من دكتور اشرف صبحي. اشاره بس مني. يعني انتوا ما حددتوش ميعاد مبدئي يعني؟ لا مستنيين بس القرار. لا اصل انت ما تشتغلش وهم الناس مش معاك. وزاره الشباب والرياضه لازم تبقى معايا، اتحاد الكوره تبقى معاك. تمام. للبلد مش للصعيد المصري. تمام. انا بقول لك الناس جاهزه، ناس بقول لك في مدربين في مصر موجودين بس انت مش هتشوفهم عشان انت بتبص لحد تاني. لا مش هتشوفهم. انت قول لي مين بتوع البراعم في مصر، هقول لك كم مدرب بتاع في مصر. مين اللي شغال بره ومين شغال جوه. عندك قيمه كبيره زي كابتن دكتور عطيه السيد طبعا في نادي مصر طبعا. وعندك قيمه كبيره استاذي ومعلمي وحبيبي واخويا وصاحبي ابن مصر الجدع المحترم الاصيل، مدرب منتخب مصر ونادي الاهلي كابتن بدر رجب رئيس قطاع البراعم والناشئين في نادي الجزيره الاماراتي. حاجه عاليه. 4 ساعات يوميا مع بعضينا نتكلم مع بعض. كابتن بدر رجب. وفي برضه عندنا هنا في مدربين كتير هنا، مش بس في ناس شغاله وفي ناس يعني بتحاول تشتغل. مش هنتكلم بقى، مش هنسمي حد. انا بتكلم والكلمه اللي بتيجي على هواك توجعك بتاعتك انت مش بتاعتي انا. لو انت فاهم كلامي صح معاك توكل على الله. تمام. انا عندي برضو كان في تويته كده للكابتن بدر رجب ان هو كان بيشكر فيك جدا وبياكد ان حضرتك واحد من اهم مدربين البراعم والناشئين في مصر. ده حقيقي على صفحته، والراجل وبيوجه المسؤولين عن الرياضه في مصر ان هم يستفيدوا من خبراتك ويستفيدوا من امكانيات حضرتك. انا والله اول مره اعرف الكلام ده، ما اتقاليش والله اول مره اعرف ان هو ده طبعا. احنا عندنا اعداد شاطر جدا. انا بقول لك الاسئله جات لي حاجه محترمه جدا. والموضوع ده انا والله ما كلمته فيه وهو اتكلم، والله انا اول مره اعرف اتكلم فيه. كابتن تامر يعني عايزين نتكلم عن البراعم. اتفضل. تصنيف فرق البراعم. تمام. انا عشان مدرب اشتغل لازم اعرف الفئات دي محتاجه ايه. روجيتا دكتور بيكتبها. لو عندي 6 بيشتكوا من مرض واحد، هل كل علاج زيه؟ هو استحاله طبعا. لا في اعراض وفي حاجات. برافو عليك. وده ممكن يقبل علاج ما يقبلوش. فاهم قصدي؟ فالنهارده عندي 7 فرق في البراعم. انا النهارده قلت لي يا كابتن تعالى الثاني اشتغل مع 2007. انت عارف تديهم ايه محتوى ايه؟ الروجيتا هتكتبها ايه؟ البرنامج التدريبي بتاع 2007 هتعمل فيه ايه؟ طب قلت لك خد 2013 هتعمل معاهم ايه؟ تمام. انا فوقت النهارده ان حد بيقول لي ان في لعيب 2.5 سنين بيتمرن. 2.5 سنين. صحيح يا كابتن صحيح. انا يا كابتن هروح يا كابتن عشان هو بيتامل بس تامل بس. اما يشتغل لا شكرا. صحيح. انت عاوز تاخد فلوس بس صح. عشان تبدا صح تبدا من 2013 14. الاهلي بادئ من بدري. هتبدا من 13 و12 و11 و10. المسابقه الاساسيه من 11 الموسم الجديد ده ل7 6 خلاص قطاع ناشئين. خلاص هقسمنا. انا اقول لك المسمى ايه بقى. المسمى عشان تعرف تشتغل ازاي. اول حاجه عندي 7 فرق من فوق خالص ولا من تحت. اول حاجه من تحت بتعد فرقتين من تحت بعيد عن المسابقه، بتعدهم بتجهزهم بص بتحضروا عشان بس يخش يبدا يشتغل معاك. عندك 2 فرقه اسمها تمهيدي 1 وتمهيدي 2، كي جي 1 وكي جي 2 عادي سهله. تمام. فرقتين من تحت. المسابقه بقى اول حاجه من تحت احساس واكتشاف. اول حاجه خالص. تمام. اول حاجه احساس. انا اسف. اول حاجه احساس. ماشي. الثانيه احساس واكتشاف. اللي بعد كده تاسيس. قبل التكوين 5 فرق بتوعك اهو. هنيجي من فوق ثاني عشان تبقى ما تبقاش حافظ بس. من فوق اول حاجه التكوين. قبل التكوين دي اللي هي ايه 2007. قبل التكوين 2008. تمام. هنيجي للتاسيس 2009. هنيجي للاحساس واكتشاف 2010. طب 11 قلنا الاحساس. الفرقتين اللي تحت محضرهم من تحت حاجتين بس، كي جي 1 وكي جي 2. اعداد بتعد فرقه، بتجهز، بتحضر فرقه زي انت بتحضر من تحت وتبني وتنهي في المباراه. بتحضر من تحت تمام وبتعد تبني وبعد كده تنهي. تمام. اتفضل يا كابتن. تمام. انا بتكلم بس برامج تدريبيه لقطاع البراعم. اتفضل. في محتوى ومكونات عايزين نفهم من حضرتك. ده انت بقى داخل على تقيل بقى على كده. انا خلي بالك ما عندناش وقت كتير، عايزين الناس تعرف كل حاجه. عادي مفيش مشكله. مختصر خالص يعني. البرنامج التدريبي هو كيان بتبنيه انت وبتقدمه للمدرب، او انت مدير فني بتقدمه
بتقدمه للعيبه بتاعتك. عشان اعمل برنامج تدريبي لازم اعرف يعني ايه المحتوى اللي داخل البرنامج ايه. صحيح. ولازم اامن ده، ولازم يبقى فيه مرونه، ولازم يبقى فيه نقاط عشان تنجح البرنامج التدريبي. اول حاجه في البرنامج التدريبي عشان احط برنامج تدريبي لازم اعرف يعني ايه محتوى اللي داخل البرنامج. صح. عندي خدها ده جديد خالص، جديد في البرنامج التدريبي. تمام. عندي حاجه اسمها اكتشاف. طالما دخلت الملعب عندك اكتشاف. اكتشاف يعني ايه؟ أيوة. لعيب عندك جه الملعب اول مره يجي هتكتشفه. صحيح. بيلعب نص ملعب اكتشفته ممكن بيلعب مثلا تلعب مثلا مساك، ممكن تلعبه راس حربه، ممكن تلعبه جناح يمين او شمال. على فكره في البراعم مفيش حاجه اسمها تقول لي بيلعب راس حربه. حدده طبعا. مفيش كلام. انا بقول لك في اف سي مصر حارس المرمى جاب جول. ايوه مرمى اللعيبه. انا بقول لك ايوه حارس المرمى جاب جزاء حط جول. طبعا. اللعيبه كلها في اف سي مصر 2007 بفضل الله كنا بنلعب على الفرقه دي كلها. تمام. فانت النهارده بتشتغل اول حاجه عندك الاكتشاف، الجانب البدني، الجانب المهاري، الجانب الخططي. خلي بالك. تمام. الذهني والنفسي والتربوي، 7 جوانب لازم تشتغل عليهم. 7 جوانب. 7 جوانب. طب انت بتشتغل بتحط محتوى بس؟ لا يا حبيبي تعالى. ده في عناوين داخل العنوان. وزي ما كنت معاك امس في التليفون قلت لك امبارح يا كابتن تامر، وانت فعلا جاوبت عليها وكان في بيننا وبينها حوار. قلت لي يا كابتن صح فعلا، صح يا كابتن سعيد، فيها عنوان وفيها هدف. قلت له برافو عليك، فكره زي فكر، وهو فكره واحده، فكر واحد. فما يجي يشتغل معاه الراجل ده يشتغل فكر واحد، امسك طبق يا كابتن خلاص الموضوع انتهى. فالنهارده عرفت العنوان. يعني ايه عنوان؟ انا النهارده مثلا في الانتاج الاعلامي، فين في الانتاج الاعلامي؟ في قناه MTC. تمام. مع كابتن تامر هتعرف تجي لي على طول. يبقى العنوان عندي، العنوان اللي هو الانتاج الاعلامي، اما الهدف عند كابتن تامر. تمام يا كابتن سعيد. يعني النهارده ما اقول النهارده التمرير، تعالى بقى يا حبيبي ده جديد في التمرين كمان. ايه الجديد؟ القصير، المتوسط، النص طويل، والطويل، والنصف عالي. حلو. الانواع بتاعته ايه؟ عارفين كلنا، ببطن القدم، بالداخلي، بالخارجي، بوش القدم، مثلا ببطن القدم. طب فين سن القدم؟ فين كعب القدم؟ تمام. لازم تعرف انت بتشتغل ازاي يا كابتن. تمام يا كابتن. اتفضل. تمام. انا بس كنت بتكلم عن ازاي الاعداد فريق براعم من قبل المدرب ازاي يعد فريق البراعم؟ هتعده ازاي؟ لازم تعرف يعني ايه فروق فرديه وانت مغمض كده. معاك برنامج، عارف المدرب يعني ايه؟ فلسفه، فكر، برنامج تدريبي، معرفه. الاربعه دولت لازم تشتغل بيهم. تمام. غير كده انت اقعد في البيت احسن. ما تتعبناش وتعطل جيل، والجيل متعطل كتير من بدري متعطل. صحيح. بس احنا مش شايفين. احنا عندنا كوادر وعندنا مدربين وعندنا لعيبه. النهارده لما اقول مدرب كوره، فلسفه، معرفه، فكر، برنامج تدريبي قابل للتطوير. وخلي بالك الكابتن بدر رجب بيواكب عصره مع الجديد. تمام. النهارده قاعدين امبارح بنقول مصطلحات، يعني ايه شروط ويعني ايه قانون. بيتكلم معايا بساعتين 4 ساعات عشان يقنعني ان احنا ندخلها ونكتبها. دخلناها وكتبناها. عاوز اقول لك ان المدرب لما يشتغل مع فرقه بتاعته 2007 زي كابتن تامر مع 2007 لازم يعرف يعني ايه فروق فرديه. اقول لك فروق فرديه يعني ايه؟ تمام. يعني لعيب موهوب، لعيب خامه عندك خامه كويسه قابل للتطوير. لعيب عندك تاني اللي هو مثلا يعني بيقول ايه مثلا ايه هينتهي بسرعه، ولعيب تاني هيكمل معاك اللي هو المصنوع. 2 هيكمل معاك. ولعيب انت ازاي هتصنف الالف وباء وجيم وهتشتغل مع الفرقه دي، هتشتغل مع المجموعه دي كلها ازاي؟ لازم تبقى حتى صنايع في الشغل بتاعك. تمام. لازم الموهوب هيتحط مع مين؟ ما ينفعش احط الف وباء وجيم واشتغل لوحدي ازاي؟ لازم مين هيقرب مع مين ومين يشتغل مع مين. اتفضل كابتن سعيد. سؤال اخير كده، ما هي افضل الفرق المتواجده داخل مصر اللي بتهتم بالبراعم؟ الاهلي والزمالك وانبي ودجله، اسماعيلي، المصري، بورسعيدي، حاجه محترمه جدا كنا فيها هناك يعني كده. المقاولون العرب من زمان شغال، دجله شغاله كويس جدا، انبي شغالين. يعني في انديه كتيره. الامكانيات تحكم بقى. بالظبط، انا هوصل لكده، هوصل النقطه دي. الامكانيات تحكم هنا. تمام. بس المشكله بقى عندك مع كابتن تامر عاوزين نواجه المشكله. تمام. النادي، اقول عادي اتكلم يا كابتن. انت هتروح في ده. النادي الاهلي كام لعيب محترف من 10 سنين، من السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، الدنيا 20 لعيب 25 لعيب من 10 سنين فاتوا. صحيح. كام لعيب في منتخب مصر من 10 سنين فات، من السنتين اللي فاتوا دول، يعني السنتين اللي فاتوا من 10 سنين، احنا عندنا من 10 سنين، من سنتين فاتوا قالوا بل انعدموا. كابتن سعيد معلش احنا خلاص احنا بيخلص. دي رساله للانديه، احنا عايزين يا جماعه ما حدش يمسك في اللعيبه، يعني نسيب اللعيبه تحترف. يعني اي حد يجي له عرض اسيبه، ايه المشكله؟ ممكن يكون النادي محتاجه، ده حقيقي، لكن انت عندك براعم وعندك ناشئين وعندك قطاع، طلع الناس. عيب تقول له اقعد، عيب والله. حبيبي يا كابتن سعيد، عندك 5 فرق مثلا بكام لاعب؟ مثلا ب 300 لاعب. عيب ما تقول له اقعد. حبيبي يا كابتن سعيد، شرفتنا النهارده والله، واستفدنا من حضرتك كتير جدا. اشوفك ان شاء الله خير، ومحتاجين حلقات وحلقات. حبيبي جزاك الله خير يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه فقراتنا النهارده.
دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.